سر العطرين. كيفكن تيتا؟ شو أخباركم؟ عنوان حكايتنا اليوم سر العطرين. عفوفة والفهد أبطال حكايتنا. يلا غمضوا عيونكم الحلوة واسرحوا بخيالكم. كلمات حكايتي رح تعجبكم ورح تستفيدوا منها. كان يا مكان بقديم الزمان، بزمان مو كتير بعيد، كان في أخ وأخت. بنوتة اسمها عفوفة والولد اسمه الفهد. عفوفة بنت حلوة كتير، شعرها مثل الحرير، وذكية كتير ذكية، لدرجة إنه بتشارك ماما بتحقيق أهدافها. الفهد اسم على مسمى، شجاع كتير، شاطر وذكي، كمان بيساعد ماما بالوصول لأهدافها وتحقيق أحلامها. أمهم ما كانت أبداً من النوع العادي مثل كل الأمهات. أمهم ما كانت تستسلم، من هي صغيرة قلبها مليان تصميم وحب لكل شي بتحبه. أهم شي بحياتها أولادها عفوفة والفهد. ربت أولادها يكونوا مثلها، ما بيستسلموا أبداً ويضلوا ورا أهدافهم لتتحقق. علمتهم كل شي سهل وكل شي صعب بهالدنيا. كانت دائما تحكي له: يا عفوفتي ويا فهدي، انتو كنزي بهالدنيا. خلوا هالجملة ببالكم، انه الحياة مثل النهر، اذا بدكم تصلوا للبحر لازم تضلوا تمشوا مهما صار. كبروا عفوفة والفهد وكانت أمهم حاضرة معهم بكل لحظة، تعلمهم الشجاعة والصبر والقوة. كانت تعلم الفهد الرياضة عشان يكبر ويصير قوي وشجاع مثل اسمه، وتعلم عفوفة الإبداع والحنان والتصميم على الأهداف، ويكون قلبها واسع مثل السما. ومع كل هالحب والاهتمام صارت الأم تفكر بحلمها الكبير وتقول: شو بصير لو أعمل شي يضل بالذاكرة، يضل ذكرى بالذاكرة لعفوفة والفهد. بدي أعمل شي يخلي كل طفل يحس بالفرح وكل طفلة تحس بالسعادة. طبعا ما كان حلمها عادي أبدا، كان حلمها مثل السحر. قالت: رح أعمل عطر للأطفال يكون ريحته مثل الفرح والمحبة، مثل قصة ما بتنتسى أبدا. وبلشت تشتغل على حلمها ليل مع نهار، تختبر الروايح، تمزج الزهر مع الورد والفواكه وتضيفلن لمسة من نسيم البحر وريحة الفانيلا، تخلط روايح وتلغي روايح لحتى وصلت لريحة ساحرة وفريدة من نوعها، ما في منها بسوق العطور أبدا. أول نوع اخترعته ساوته للبنات وسمته عطر عفوفة. كل بنت كانت تشمه تحس حالها أميرة، أميرة وعم تطير مع الفراشات. أما العطر الثاني سمته عطر الفهد،
كمان تعبت عليه كتير، شغل ليل مع نهار، تخلط روايح وتلغي روايح حتى استقرت على عطر كمان ما في منه بسوق العطور الولادي أبدا. كل ما يشم ولد من رفقات الفهد يحس بفرح وسعادة وشجاعة وقوة. كتير كانوا فرحانين عفوفة والفهد لأنه أمهم بعد كل هالتعب والعذاب سمت العطور على اسمهم وصار ينتشر وكل الناس تحكي عنه، وصاروا عفوفة والفهد ينشروه ويحكوا لرفقاتهم بالحديقة وبالنادي وبالمدرسة، يحكوا عن الريحة قديشها حلوة. ريحة العطرين كانت حلوة كتير، عطر فوفا العفوفة وعطر الفهد، وهيك صاروا الثلاثة فريق لا يقار أبدا. الأم المصممة والبنت الحلوة الذكية الحنونة عفوفة، والولد الشجاع البطل. وكل ما انتشر العطر الناس يحسوا بسعادة لسعادة أولادهم وبناتهم الصغار. وقالت ماما هلأ صار دوركن انتو، يلا بلشوا بقى انشروا السر، خلي العالم كلهم يعرفوا عن عطر عفوفة وعطر الفهد، خليهم يحسوا بالفرح والسعادة والقوة والشجاعة. وصاروا عفوفة والفهد يحكوا عنه لكل الناس، والناس تشتري ويحسوا بالسعادة وينبسطوا كتير بالروايح الحلوة يلي ما شموها قبل هلأ أبدا أبدا. توتة توتة خلصت الحدوتة. وهيك يا حبايب التيتة انتو تعلمنا من عفوفة والفهد وأمهم إنه السر مو بس بالروايح، السر بالتصميم والإصرار. علمتنا أم الفهد وعفوفة إنه كل حلم إذا تعبنا عليه رح يصير ذكرى حلوة محفورة بالذاكرة، مثل ريحة العطرين الساحرة الحلوة يلي ما في منها بسوق العطور أبدا. لا تنسوا تشتركوا بقناتي وتسمعوا حكاياتي كل يوم لتضلوا بذاكرة قناتي وحكاياتي لكستي. تصبحوا على خير وبأمان الله.